السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل مع بعض دلوقتي سمك صينية. انا عندي ده سمك مكاريل اهو، مغسول ومتقطع. تمام، اي بقى كمية انت عايزاها. ودي بصلاية متقطعة كده شرايح، ملح، فلفل، كمون، بهارات، بابريكا، زنجبيل بودر. وعندي هنا ده فلفل حامي على بارد. تمام، وده توم متقطع رفيع خالص. وعندي طماطم متقطعة. هنبتدي كده مع بعض. وعندي زيت، انا حاطه هنا ملح. هنبتدي كده مع بعض. انزل الفلفل كمان والثوم زي ما انتم شايفين كده. عندي كده حطينا اهو الفلفل والثوم والزيت. هندعكم بقى كده مع بعض، البصل بالملح بالخليط الجميل ده كله كده مع بعضه. صينيه سمك سهله وسريعه. عندي كده هنجيب الطماطم ننزلها برده كده. تمام، هنقلب برضو الخليط ده. بقى احنا هنعمل ايه بقى؟ هنسيب نص الكميه دي، هنظبط الملح بتاعها. نص الكميه هتبقى مفروشه تحت ولو في جزر كمان كنت حطيت جزر، بس ما فيش جزر. هنبتدي كده مع بعض. هنجيب بقى السمك، انا زي ما وريتكم كده. بنجيب كده، بناخد كده ونحط في قلب السمكايه. تمام، وبنفردها كده، واجيب كده بالشكل ده. هكملها بقى واوريها لكم. بصوا زي ما انتم شايفين معايا كده. بصوا شكل السمك، بصوا الجمال. الالوان حتى تفتح النفس. وحطينا ورقتين لورا زي ما انتم شايفين، ادي واحده هنزلهم تحت كده. تمام، هكمل احط بقى شويه زيت زيتون على الوش كده، مش هنكتر لان انا حاطه زيت. تمام، وهندخلها بقى الفرن. انتوا عارفين السمك ما بياخدش وقت، نمسح بس كده الحواف بتاعه البايركس. هندخلها بقى الفرن بقى وعقبال ما تستوي هنعمل مع بعض الرز السمك. بس قبل ما اخلص الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واللي ما اشتركش يشترك في قناتي على اليوتيوب يوميات واكلات ام دينا، وعلى الفيس يوميات واكلات ام دينا، وعلى التيك توك يوميات واكلات ام دينا. انا هدخلها على الفرن بقى وهقدمها لكم بعد لما تطلع. وده كده كان السمك بتاعنا. بصوا الشكل والجمال، مش قادره اقول لكم. والريحه حاجه يعني حاجه سريعه، مفيش 10 دقايق ربع ساعه كان استوى. وطبعا حضرته قدامكم برده في دقايق. وعندي هنا عملنا جنبه رز ببصل كده، وده ليمون بنعصر على السمك اللي بيحب يعصر وبياكل على الليمون. وجنبه مخلل. انا مش حابه اعمل سلطه المره دي، اللي حابب يعمل سلطه يعمل. عايزين برده هنسخن جنبه عيش. وده كان السمك بتاعنا. يا رب الفيديو يعجبكم، سهل وسريع وحاجه صحيه وما خدتش وقت. ويا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.